السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتي حبيباتي غالياتي، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. صباحكم مبروك أخواتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير أخواتي، وتكونوا في صحة جيدة. أخواتي نقول لكم مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم معايا في هذا الفيديو. الفيديو اليوم أخواتي طارت الليمون أو كيكة الليمون. إن شاء الله نتمنى أن الفيديو هذه تنال إعجابكم وتستمتعوا معايا في هذا الفيديو. نمروا مباشرة باش نحضروا الوصفة تاعنا. أخواتي أول حاجة نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله. هنا أخواتي عندي 2 حبات تاع البيض. مباشرة نمروا باش نحضروا الكيكة تاعنا. نضيف لهم كاس تاع سكر، ونضيف لهم ملعقة صغيرة تاع فانيلا كما راكم تشوفوا امامكم في الصوره. ونخفق كل شيء بالباتور. هنايا ضروري يكون باتور في لي كيك تاعنا اللي نديروهم باش يطلع لنا يذوب لنا هذاك السكر ويطلع لنا هذاك البيض بالخف. حتى اللي يطلع هذاك البيض ويذوب السكر. هنا اخواتي نجيب نصف كاس زيت. كما قلت لكم درت نصف كاس سكر، ونضيف نصف كاس زيت بالتدريج وحده وحده. انا سرعت الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو بزاف طويل. وضفت كاس حليب، كامل المكونات مع بعض. دروك غادي نضيف الفرينه هنا عندي كاس وربع كاس، بنفس الكاس اللي عبرت به السكر والزيت والحليب. وضفت باكي تاع خميره حلويات بوزن 10 غرام. وغادي ندخل هذاك الفرينه والخميره بواسطه الفوي. كما راكم تشوفوا الباتور خلاص، دوك كملنا الخدمه بالباتور ونخلطوا الفرينه كما قلت لكم بالفوي حتى اللي تختفي هذوك التكتلات تاع الفرينه. لازم تكون مغربله بطبيعه الحال. دروك غادي نزيد مبشور الليمون. أنا هنا بغيت نضيفها في الاخير باش الريحه تاعها هذيك والنكهه تاعها في الكيكه تجي بارزه في الكيك. هنا اخواتي من بعد اللي خلطت جميع المكونات او النواشف، غادي نجيب المول تاعي اللي غادي ندير فيه. المول لازم يكون بحجم صغير 20 على 20 ولا حتى معليش 23 22 ماهيش مشكله. هنا اخواتي انا درته دهنيه بالزيت ولا الزبده ورشه الفرينه كما راكم تشوفوا امامكم في الصوره. نفرغ هذاك الكيك في المول تاعي. في هذا الاثناء انا قبل ما نحط الكيكه تاعي نبدا نخلط فيها، نشعل الفرن. في هذا الاثناء الفرن تاعي راه شاعل، غادي نقص له شويه ونخلي كل واحد على حسب الفرن تاعها. ما نقول لكم لا شحال ولا حتى حاجه. هنايا اخواتي كما راكم تشوفوا ندخل الكيك تاعي، نطلع الشباك كاع الفوق وندخل الكيك تاعي يطيب. ما يجيش يطيب من التحت حتى اللي يحمر لي من الفوق. ما غاديش نحوسوا عليه يحمر بزاف ولا، المهم يكون طايب من داخل ويدي هذاك اللون الدوغي. هنا اخواتي جبت انا هنا طاوه ولا كاسرونه ولا حاجه اللي عندك، ديري فيها 2 حبات تاع البيض. نضيفوا لها نصف كاس تاع السكر انا كما كنت تشوفوا. وغادي نضيفوا لها نصف كاس بنفس الكاس تاع عصير ليمون. هنا اخواتي ملاحظه اللي ما ينجمش لهذاك القروسيه تاع الليمون، النصف كاس هذاك يكون مخلط بالماء. خفوه شويه بتاع الماء باش ما تجيكمش ديك القروسيه بزاف. بعض الاحيان الليم هذاك يجي بزاف قاطع. هنايا اخواتي ضفت ملعقه تاع مبشور الليمون. ونخلط كامل المكونات فوق النار، نار تكون هادئه وحتى اللي يتقالي الخليط بهذا الشكل اللي كنت تشوفوا فيه. غادي دروك نزيد له ملعقه صغيره تاع فاني ونضيف له 50 غرام تاع زبده. هنايا اخواتي من الافضل تستعملوا الميزان. انا هنايا درت عيني ميزاني، وانتم كل وحده ومن الافضل تكون عندها الميزان. اخواتي الباطه هذيك نقسموها حتى نخرجوا في 50 غرام. قسمتها على 4 وزدت نزعت منها شوي. كما راكم تشوفوا هنايا جبت هاد الغرفيه وجبت هاد الصفاي ونبدا نصفي فيه هذيك الكريمه تاع الليمون. هنايا اخواتي اللي بغي يزيد كولورو باش تخرج له صفرة بزاف يزيد. انا ما زدت حتى حاجه، ما درت حتى اضافات. هي من بعد غادي كي تقعد مع نديروا هذيك الطبقه تاع الشونتي غادي يتغير اللون تاعها نوعا ما من تجبد وتبرد مليح. نصفوا مليح هاد الكريمه تاعنا باش ننزعوا كاع هذوك الكتل وهذاك المبشور تاع الليمون لازم نصفوه. دروك انا جبت هاد البلاستيك لازم يلامس هذاك السطح تاع الكريمه
ونخليها في الفريجيدان. دروك كنمروا باش نحضروا الشونتي تاعنا. كما تشوفوا انا عندي كاس تاع كريم شونتي، عندي نصف كاس تاع حليب يكون بارد درته في المجمد حتى اللي برد لي مليح، وجبته كما راكم تشوفوا بالباتور نخفقوا هاد الكريمه حتى اللي تطلع معنا بهذه الطريقه. كما راكم شوفوا هنايا كريم شونتي كيفاش طلعت. نخلوها تبرد حتى اللي نخرجوا الكيكه تاعنا من الكوشه. غادي دروك انا نغطيها ونديرها في الفريجيدان ونمروا نشوفوا الكيكه تاعنا من بعد لي طيب. اخواتي انا كما تشوفوا من بعد اللي طابت الكيكه تاعي انا صفرتها شويه من الفوق هكا ما حمرتهاش بزاف. كنت طيبت هاد السيرو، درت نصف كاس تاع السكر وكاس تاع ماء كما راكم تشوفوا شريحه تاع ليمون، وخليتهم طابوا من 10 دقائق حتى تقدروا طيبوا من 10 دقائق حتى ربع ساعه، تنقصي عليهم وتخليهم. من بعد اللي وجدت الكيكه تاعي ثقبتها بهذاك الكيردو ولا العود هذاك تاع الشوا ونشربها. التشرب هنايا اختياري، كل وحده وكيفاش تبغي تشرب الكيكه تاعها. انا ما شربتهاش بزاف، شمختها غير واحد شويه. وغادي نجيب هذيك الكريم شونتي ونطليها من الفوق. كما راكم تشوفوا هنايا انا جبت كميه تاع الكريم شونتي اللي كنت خدمتها، نحط بشويه بشويه حطيت في جميع الاطراف ونحاول نمشي هذيك الكريم شونتي نخليه هذاك لازم السطح هذاك يكون املس ومستوي. الاماكن هذوك اللي تشوفيهم هابطين زيدي فيهم شويه الشونتي باش يكون سطح مستوي. اخواتي هنايا من بعد نجيب هذيك الكريمه نخفقها مليح بهذيك الشوكه لانها كانت في الفريجيدان كما شفتوا كانت بارده. دروك نضيف الكريمه تاعي ونمشيها فوق السطح تاع هذاك الشونتي، نحاول اني نمشيها بالتساوي. اللي ما تبقى لي من هذيك الكريمه نضيف له ملعقه كبيره تاع كاكاو، ما تكونش معمره بزاف. انا تبقات لي، تقدروا ما تزيدوش كاع اللي يبقى لكم نتوما، كل وحده على حسب الكميه اللي تبغي. الكيكه تكون شويه كبيره عائليه ضعف المقادير. انا هنا اخواتي كما قلت لكم ضفت لها ملعقه تاع كاكاو وضربتها مليح، ما تكونش معمره الملعقه. غادي ندير بها هذوك الخطوط اللي نزين بهم الكيكه تاعي. شوفوا هنايا الخليط اللي تحصلت عليه، ونجيب هذيك لابوش ونعمر فيها هذيك الكريمه اللي تبقات لي كما راكم تشوفوا. نحل شويه برك، ما نحلش بزاف هذيك لابوش باش نشكل الخطوط ما يكونوش غلاط بزاف. ندير الخطوط بهذا الشكل اللي تشوفوا فيه حتى اللي نكمل كاع المساحه تاع البلا هذا تاع الكيكه بهذا الشكل. ومن بعد نجيبو هذاك العود تاع الشوا ونبداو نديرو فيه هذاك الديسال كيما تاع الملفاي وتاع كل وحده تزيين يبقى اختياري. تبغوا ديروا من هذيك الكريم شونتي اللي تقعد شغل الكالوريدات بلا بوش، تبغوا كل وحده على حساب واش تبغي ديري لوز ايفيلي، كاوكاو ايفيلي، تبغي ديري كاوكاو مهرمش، تبغي ديري طبقه واحده اخرى تاع شيكولا. هنايا كما كتشوفوا انا غادي ندير الخطوط بهذا الشكل على نفس الطريقه، ونعاود نقلب هذاك البلا تاعي وندير خطوط عكسيه بهذه الطريقه. كما راكم تشوفوا نتحصل على هذاك الديسا اللي نديروه في الملفاي. شوف الشكل تاعها كيفاش خرج. هنايا غادي نديرها في الثلاجه. لازم انا في الاول درتها في المجمد صراحه كنت مستعجله عليها، ومن بعد خليتها في الثلاجه حتى اللي تحكم روحها ونقطعوها. دروك من بعد لي وجدت الكيكه تاعي وبردت مليح غادي نقطعها كما كتشوفوا، نقسمها في النص، ومن بعد كل نص نقسمها على 2 ونعاود نقلبها ونفس الطريقه نديرها مع الجانب الاخر. هنا كما راكم تشوفوا غادي تحصلوا على كميه وفيره من لي طرونش تاع الكيك. غادي تجي في رمضان بزاف هايله اللي تبغي دير مشروع من البيت، تخرج تاني بزاف تهبل هاد للمناسبات، تبغي ديريها لمناسبتك الخاصه، تبغي تخدمي على روحك. هنايا كما راكم تشوفوا قسمت وغادي نوريكم كيفاش جات كيفاش خرجوا هذوك الطبقات تاع الكيك وتاع الشونتي وتاع الكريمه تاع الليمون. اخواتي ان شاء الله نتمنى انكم تجربوها. هاد الكيكه بزاف هايله، تقدروا ديروها بكريمه البرتقال.
تولي الكريمة عفوا الكيكة هذيك كيكة البرتقال. شوفوا هنايا أخواتي، شوفوا الكيكة جات بزاف خفيفة وهايلة، وتجي نوعا ما مشربة. أنا مشربتهاش بزاف كما قلت لكم. وهنايا كما راكم تشوفوا الكريم شونتي مكترش بزاف باش ما تجيش كما تعرفوا ما تجيش بزاف حلوة وما تجيش طبقة هذه كبيرة تاع الشونتي. شوفوا هنايا راني نوريكم كيفاش جات. اخواتي كانت هذا الفيديو اللي حضرته معكم اليوم. اخواتي نتمنى انها تنال اعجابكم. ان شاء الله ما تنسونيش من الجام مشاركة الفيديو مع اصدقائكم. اخواتي في امان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.